السلام عليكم متابعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناتكم تحقيقات. اليوم اللقاء ديالنا كيتجدد بكم في هذه القصة والجريمة الخطيرة اللي هزات المشاعر ديال الشعب المغربي وحيرات الفريق ديال المحققين. وبدون إطالة ندخلوا في التفاصيل ديال قصة اليوم. واحد الصباح في مدينة جديدة صبحوا الجيران كيشموا واحد الرائحة كريهة خارجة من واحد الشقة ديال واحد المرأة مسنة. خبروا الكونسيرج وقالوا ليه باللي هاد الرائحة راها 100% غادي تكون ريحة ديال الجيفة. الكونسيرج بدورو خبر السلطات المحلية بهاد الواقعة، وفاش جات الشرطة لقاو بالفعل أنه كاين واحد الرائحة كريهة بالعمارة، وخاصة لما قربوا الباب ديال الشقة. الشرطة هنا سولوا السكان ديال العمارة باش يعطيوهم تفاصيل أكثر على السكان ديال هاد الشقة. الجيران قالوا ليهم بأن هاد الشقة كتسكن فيها واحد المرأة مسنة هي والخدامة ديالها، وتقريبا هادي سيمانة الباب ديالهم مسدود وما بانت فيهم حتى شي وحدة. البوليس هنا غادي يشعروا النيابة العامة بالأمر اللي غادي تعطيهم الإذن يفتحوا الباب ديال الشقة. ولما كسروا الباب ديال الشقة لقاو هاد السيدة المسنة هي والخدامة ديالها بجوجهم مذبوحين من الوريد إلى الوريد، وهاد الجثتين كانوا في بداية التحلل ديالهم. هزوهم لمستودع الأموات وبداو عناصر مسرح الجريمة كيحاولوا باش يرفعوا شي بصمات من جميع أنحاء الشقة، بما في ذلك الباب ديال المدخل الرئيسي ديال الشقة. ولكن للأسف هاد القاتل ما خلى وراه حتى شي بصمة أو دليل اللي غادي يفيد في البحث. البوليس هنا لاحظوا بأن الباب ديال الشقة ما عليه حتى شي أثر ديال الكسر، أي أن القاتل إما كان عنده السوارد ديال الشقة أو عنده شي علاقة ولا قرابة مع هاد السيدة المسنة أو الخدامة ديالها، وهما اللي غادي يكونوا فتحوا ليه الباب. المهم في كلتا الحالتين سواء كان عنده هو السوارد أو السيدة المسنة والخدامة ديالها هما اللي فتحوا ليه الباب، كيبقى هاد المجرم القاتل كان عنده واحد النية مبيتة باش يرتكب هاد الجريمة، لأنه كان واخد الاحتياطات ديالو وما خلى وراه حتى شي بصمة اللي غادي توصل الفريق المحققين لتحديد الهوية ديالو، أي أنه كان لابس القفازات. هنا الشرطة كيتصلوا بالابن ديالها الوحيد اللي كان عايش في الخارج فرنسا بمدينة نيس، ولما خبروه بالوفاة أو القتل ديال الوالدة ديالو والخدامة ديالها قطع في أول طيارة وجا باش يحضر المراسم ديال الدفن. بعد 48 ساعة بعد ما سالوا من المراسم ديال الدفن تم استدعاء الابن ديالها لمركز الشرطة. الابن كيقول للمحققين فعلا الوالدة ديالي كتسكن بوحدها هي والخدامة ديالها، ولكن كاين واحد المشكل، هو أن الوالدة ديالي عندها في الدار 45 مليون كانت خزنها في الدار، وراني ما خليت فين قلبت عليها ولكن ما لقيتهاش. هنا كيسولوه المحققون وقالوا له ياك ما تكون حطاهم في البنكة، وانت اصلا باش عرفتي باللي الوالده ديالك راه عندها 45 مليون في الدار؟ هنا كيقول لهم بان الوالده ديالي اصلا ما عندهاش الكونت في البنكة، والفلوس اللي عندها كتحطهم في الدار. وبالنسبه ل 45 مليون من جاتها قال لهم باللي هي كانت باعت واحد الارض ديالها في البلاد، واللي وقف معها في هذه العمليه ديال البيع هو ولد عمته، لان هي كيف ما كيقول لهم بحكم العمل ديالي في الخارج انا ما قدرت نجي، ولكن ولد عمتي هو اللي وقف معها في هذه العمليه ديال البيع. لما باعت الارض عيطت ليا وقالت ليا بانها شدت 45 مليون، وقالت ليا انها دورت مع ولد عمتي رشيد وعطاتو 2000 درهم. هنا المحققين دخلهم الشك في هذا رشيد، لانه هو الوحيد اللي وقف مع الحاجه في العمليه ديال البيع، هو الوحيد اللي عارف انها شدت 45 مليون. وبعد ما خداو العنوان ديالو ديال هذا المسمى رشيد من عند الابن ديال الضحيه، الشرطه كينتقلوا لعند رشيد للدار ديالو، ولكن للاسف ما لقاوهش، ولكن لقاو الزوجه ديالو قالت لهم بانه شي 15 يوم باش ما جاش للدار. وملي سولوها علاش ما بلغتيش الشرطه بالاختفاء ديالو قالت لهم بانه قال ليها انه غادي يمشي يخدم في مدينه طنجة في المرسى، وعيات ما تحاول تتصل به
التليفون ديالو طافي وما خدامش. هنا السلطات غادي يدخلهم الشك كثر على هذا السيد بحكم انه طافي النمره ديالو وغادر مدينه جديده. هنا كيتصلوا بالسلطات ديال مدينه طنجة باش يحاولوا يوصلوا لهذا رشيد، وداروا مذكره بحث وطنيه وتم العثور عليه بعد 3 أشهر. هذا السيد لقاوه في واحد الملهى ليلي. بعد المداهمه ديال هذا الملهى تم العثور عليه، واثناء التحقيق معه على سبب المغادره ديالو لمدينه جديده وسبب تغيير رقم الهاتف ديالو والمغادره ديالو للعمل بصفه نهائيه، هنا ضغطوا عليه ووجهوا ليه العديد من الاسئله. هنا هذا رشيد كينفجر وكيعترف بانه هو اللي قتل الحاجه اي السيده المسنه والخدامه ديالها، لانها كانت كتعرفو وفتحت ليه الباب وهددها بموس هي والخدامه ديالها حتى عطاتو الفلوس، وقرر باش يقتلها هي والخدامه كيف ما كيقول هو باش ما يخليش وراه الشهود. لكنه نسى بان الابن ديال الحاجه اللي في فرنسا كان على علم بعمليه البيع. هنا هاد السفاح بعد المرور ديالو امام قاضي التحقيق تم الحكم عليه بالاعدام، ولا زال الى حد الان بالسجن ديال مدينه القنيطره. وهنا كيف ما كتشوفوا مشاهدي الكرام كان الطمع دافع من الدوافع اللي خلاه يرتكب هذه الجريمه النكره، ولكن الروح كتبقى عند الله عزيزه. والى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.